اللي بيحصل ما نقدرش نقول ان فيه شباب جديد وعندنا امل لا لا لا، اللي بيحصل ده مهزله. احنا خسرنا من اسبانيا بشكل مهين جدا. أيوة. صحيح ان هي بطل العالم لكن ما ينفعش خسرنا من البحرين يا استاذ حسن. لا، ما انا بقول بجيبها من اول اسبانيا. احنا كنا قعدنا كذا سنه بنقول سادس عالم سادس عالم وبعدين طلعنا رابع عالم. النهارده بنتكلم في 17 و20 وبنتهزم من البحرين لاول مره في حياتها تخش بطوله، وجايين النهارده نقول احنا فزنا على اليابان. ده تهريج وكلام فاضي بجد. محمد في نص دقيقه. انا استكمل من واخد الكلام من استاذ حسن. يعني انا شايف ان هو بص ان ده سبب ان في اداره غير واعيه هي بتدير منظومه كره اليد في مصر. لا بس غير احترافيه. الاستاذ هادي فهمي بيبذل مجهود جبار. مش هو، لا الاداره الفنيه انا بتكلم. ما هو اللي بيختار الاداره الفنيه. ما هو مش بغسل قدام الجنه عبد الناصر هو. يعني هو جاب هو بيجيب الاداره. يعني انت ضد لومير في المرحله دي؟ ده انا عايز اقول لك واحد هو خد ذهبيه الشباب السنه اللي فاتت في 2010 حصلت في سنغافوره، فخلاص فالفريق اصبح شباب. الراجل استبعد حسين زكي وحسن يسري ومحمد ريشي وهاني الفخراني ومحمود زكي يعني وكريم السيد وكريم شكري. دول اساسا هم المفروض اللي كانوا هيلعبوا. وفي نفس الوقت جاب اعتمد على محمد عبد الوارث، اعتمد على كريم هنداوي، اعتمد على مجموعه من اللعيبه الصغيره. انت فاهم؟ ده ما عندهمش خبره البطوله العالميه. على فكره اللاعب اللي ياخد بطوله لازم يبقى عنده خبره دوليه تكفي.